السلام عليكم أينما كنتم، وأسعد الله أوقاتكم. فريق طور نفسك مع طارق. هو فريق متفائل مؤمن بالله وبالقضاء والقدر، مؤمن بالبعد عن السلبية والسلبيين. مش شرط نكون كلنا ناجحين في كل حاجة، احنا بشر، يعني أكيد بننجح في حاجات وبنفشل في حاجات، لكن لا تيأس من رحمة الله. كل واحد فينا واخد حقه 24 قيراط، واخدهم مثلا صحة وقوة وذكاء، وحد تاني واخدهم فلوس وعلاقات، وحد تالت واخد كاريزما، وواحدة واخداهم أسرة وأطفال، وواحدة واخداهم جمال وحب الناس، وهكذا. صحيح مستحيل يكون عندك كل حاجة، وإلا هتكون كامل، والكمال لله وحده. فريقنا اللي هيكبر بيكم كمتفائلين، كحالمين بمستقبل أفضل وحياة أحلى. فريقنا هيساعد أعضائه ويساعدك إنك تبعد عن الفشلة، عن السلبيين، عن المتشائمين. دايما هنحط لك فيديوهات تساعدك وتقويك وتهون عليك. نجاحنا دايما هيكون لما تسمع أي فيديو وتحس نفسك فيه وتقول أنا مريت بده، أنا عانيت من ده. نجاحنا لما تدور على قناتنا على اليوتيوب عشان تسمع فيديو يعلمك التفاؤل والهدف ومعنى لحياتك. كل ما هنكتر كل ما هنكون أقوى، وحتى السلبيين فكرهم هيتغير وهيجوا معانا. لو انت شخص متفائل فكلامنا دايما هيعجبك. لو انت بتقع وبتقف وبتقاوح فاحنا أحلى أصدقاء ليك، لأننا شبه بعض. لو انت شايف انك ضعيف ومحتاج حد ينصحك ويساعدك ويشدك لقدام، فاعتبر انه دي أمنية واتحققت ليك. الدنيا عاملة زي القطر، بيك من غيرك القطر ماشي. تعالى اركب معانا، أكيد مش هتخسر ويمكن تكسب. على فكرة، أحيانا إنه يكون ما عندكش اللي هتخسره ده ميزة كبيرة، لأنك مش هتخاف على حاجة تخسرها، وبالتالي هتكون جريء أكتر. وعلى فكرة، دي أصلا قاعدة عسكرية بيقولك في الحرب لازم تسيب لعدوك منفذ يهرب منه مهما حصرته، وإلا هيقاتل بشراسة، لأنه ما عندوش اختيارات أخرى، ويروح ما بعدك روح. يلا قولي، وقعت كم مرة؟ من الآخر فشلت كم مرة؟ 10 100 1000؟ طب ما تخليهم 10,000 100,000، هتخسر ايه؟ لازم تفهم انك محتاج محاولة واحدة بس تنجح عشان حياتك تتغير. فكل ما تحاول أكتر كل ما نسب نجاحك هتزيد، بس طبعا مع الأخذ بالأسباب، وتسأل نفسك كل مرة ليه ما نجحتش. وهو مش معقولة نمشي كل مرة في نفس الشارع ونقول مش بيوصلني للمكان اللي أنا عايزه. وكمان غير إنه نسب النجاح بتزيد مع كتر المحاولات، انت نفسك بتتعلم وبتتطور. يعني مستحيل انت في المحاولة رقم 1000 هتكون زي ما كنت في المحاولة رقم 100. أكيد اتطورت وتعلمت واكتسبت مهارات، وده معناه جزء من النجاح على فكرة، حتى لو ما كانش كافي. يعني الخلاصة، حتى في الفشل مع كتر المحاولات
الخسارة مستحيل تكون 100%. بتكسب حاجات كتير ممكن تكون مش واخد بالك منها أو مش هتدرك أهميتها في وقتها. وعلى فكرة، كلمة في ودنك: كتر المحاولات معناه كتر السعي، وده لوحده بتاخد عليه ثواب، وده جزء من مكاسب الفشل. شفت بقى؟ طيب بلاش، يلا اتضايق اكتر، اتعصب، وانت يلا عيطي كتير، يوم 2 شهر، هل اتغير حاجة؟ ولا الهوا. بالعكس، اللي خسرتوه وكمان زودتوا عليه أيام ووقت ضاع من عمركم، راحوا على الفاضي بحجة الحزن والضيق. سامعك ياللي بتقولي ما هو غصب عني، أنا بني آدم. صح كلامك، وموافق إننا هنحزن غصب عننا لأننا بشر، بس اللي أقصده ما نزودش المدة، لأنه ده وقت ضايع من عمرنا. طيب ما هو أنت في حزنك مهما فضلت من غير أكل لازم هتاكل، لازم هتشرب، لازم هتتنفس، لازم هتدخل الحمام. فهمت الرسالة ولا لسه؟ لما تكون في عز حزنك في حاجات انت مضطر انك تعملها لأنه مش بمزاجك، خلي من ضمنهم يا سيدي انك ما تزودش مدة الحزن برضو. على فكرة بقى، انت يا أستاذ يا متشائم، انت يا حانم يا يائسة، هل تعرفوا ان ده بجد يأس من رحمة الله؟ وكأنك بتقول انه ربنا حاشا لله انه ظالم. طيب بس اهدوا، مش هدخل في الدين، هكلمك منطق. نفس الكوباية النص مليانة، الجزء المليان بيلفت نظر حد والجزء الفاضي بيلفت نظر حد تاني، وهي نفس الكوباية. عارف ليه؟ لأنه أحيانا طريقة تفكيرنا ونظرتنا للأمور هي اللي بتكون غلط وبتلبسنا في الحيط، أو على الأقل بتزود معاناتنا. ودي بقى ملهاش علاقة لا بالقدر ولا بالظروف، محتاجة بس إرادة للتغيير عشان نشوف نفس الحاجات بشكل مختلف. فهمت حاجة؟ أنا رأيي إنك تسمع الفيديو مرة تاني وركز وخليك هادي، صدقني هتفرق معاك. ودلوقتي يلا قول شعار فريق طور نفسك مع طارق ورايا: طول ما فيا نفس هفضل أحاول. طول ما فيا نفس هفضل أحاول. طول ما فيا نفس هفضل أحاول. في أمان الله، أسألكم الدعاء.